من النهارده هتقدر تاخد نص مليون جنيه من أكبر بنك في مصر تدفع بيهم مصاريف المدارس أو الجامعات الخاصة بأولادك، وده لأن بنك مصر بيقدم لك قرض التعليم بأبسط وأسهل الإجراءات والشروط. مش بس كده، ده في أكتر من بنك بيقدم لك نفس القرض ده. بس لو عاوز تعرف تفاصيل أكتر عن قرض التعليم تابعنا لآخر الفيديو. أجازة نص السنة خلصت والكل رجع من تاني يشيل هم المصاريف، خصوصا وسط الظروف الاقتصادية اللي كلنا بنمر بيها. عشان كده أكتر من بنك في مصر أعلن عن قرض التعليم، يعني من هنا ورايح مش هتشيل هم مصروفات المدارس أو الجامعات. أول بنوك اللي بنتكلم عنها دي هو بنك مصر. لكن إيه التفاصيل؟ بنك مصر أعلن عن قرض التعليم لكل المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية بقيمة 500,000 جنيه وبنسبة تمويل 100%، بتسددهم على 84 شهر. القرض ده بيقدم للموظفين تعهد من جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط الشهري للموظفين بإثبات الدخل. كمان بيقدم لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية. بس عشان تاخد بقى القرض ده لازم تقدم بعض الأوراق زي صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق جديد زي كهرباء، مية، تليفون، كمان بيان معتمد بالمصروفات الدراسية وشهادة الميلاد أو بطاقة الطالب الشخصية، كمان خطاب بإجمالي المصاريف الدراسية وخطاب إثبات تسجيل الطالب في الجهة الدراسية. بتقدم كمان شهادة بمفردات المرتب وتعهد من جهة العمل بتحويله، وده بالنسبة للموظفين. أما بقى لو أنت من أصحاب المهن الحرة فأنت بتقدم صورة البطاقة الضريبية وترخيص أو تصريح مزاولة المهنة ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري. بتقدم كمان كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين. لو أنت بقى من أصحاب المعاشات فأنت بتقدم بيان بقيمة المعاش وبيان بالمستفيدين من المعاش وتعهد بتحويل المعاش. أحسن ميزة بقى في القرض ده إنه بيقدم لك وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة القرض وتمويل مرحلة دراسية بالكامل، يعني مدته مش سنة ولا 2. عندك كمان قرض بنك فيصل الإسلامي وده قيمته 300,000 جنيه، بتكون على فترة سداد 3 سنين، بس بشرط بقى إن الحد الأدنى للدخل الشهري ما يقلش عن 1500 جنيه وسنك ما يقلش عن 21 سنة. في كمان قرض التعليم من بنك سييب بنسبة تمويل 75% من قيمة المصروفات الدراسية، بيبدأ من 5000 جنيه لحد 100,000 جنيه وعلى فترة سداد من 6 شهور لحد 12 شهر. بس البنك بيقدم لك تسهيلات في سداد الأقساط من أي فرع من فروع البنك، وممكن موظفين القطاع العام أو الخاص أو رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة يقدموا عليه، يعني متاح للكل. بس لازم عمرك ما يقلش عن 24 سنة لحد 60 سنة وقت نهاية مدة القرض. دخلك بقى ما بيقلش عن 4000 جنيه ولازم كمان انه يمر على ممارسه شغلك 2 سنين على الاقل، وده بالنسبه للموظفين. اما بالنسبه لاصحاب المهن الحره فسنك ما يقلش عن 25 لحد 65 والحد الادنى لدخلك الشهري يكون 5000 جنيه ولازم يكون مر 4 سنين على نشاطك التجاري. بس عشان تاخد القرض ده لازم تقدم بعض المستندات زي رقم قومي ساري، نموذج طلب قرض مستوفى كل البيانات، وكمان شهاده قيد من المنشاه التعليميه مكتوب فيها اجمالي قيمه المصروفات الدراسيه المطلوبه واسم الطالب والسنه الدراسيه. فدلوقتي بقى قول لنا ايه رايك في قرض التعليم ده؟